السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بألف خير ان شاء الله. انا النهارده بقى هعمل اكله كده اقتصاديه، اللي هي الاكلات بتاعت اخر الشهر، الاكلات الاقتصاديه ديت. يعني بقى شويه توفير كده، احنا داخلين على شهر رمضان بقى وبنعمل الحلو كله والخير كله بيبقى فيه. فانا هعمل حاجه بسيطه نوفر كده مجهودنا ونوفر صحتنا لرمضان. اكله اقتصاديه بتاعت اخر الشهر، يعني اللي هي ايه، بيبقى خلاص بقى ايه، احنا خلاص طول الشهر الحمد لله اكلنا كل حاجه. دي بقى بتبقى بتاعت اخر الشهر. بصوا انا معايا هنا طاجن اهو، اعمل كوسه باللحمه المفرومه، مش بالبشاميل ولا اي حاجه، باللحمه المفرومه كده والصلصه. معايا هنا لحمه مفرومه اهو، حطيت حته سمنه. احط ايه، يعني معايا نص كيلو لحمه مفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم، احطها كده، حطيت السمنه. انزل بقى كده باللحمه هي هتفك على طول معايا اول ما هنزل في السمنه، اول ما تنزل في السمنه. بصوا بقى، انا بحب اول ما انزل باللحمه المفرومه احط البصل على طول، البصل بينزل ميته بصراحه بتبقى حلوه، مش بحط لها ميه خالص. بس بقى هي كده بتنزل الميه بتاعتها اهي. وانا بقى ما هنزلها كده مقطعه برضو شويه بصل حلوين كتار كده اهم. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بالبصل. البصل ده طبعا هينزل كل الميه بتاعته مع اللحمه المفرومه، انت مش هتحتاجي تحطي ميه، لان بصراحه ما بتبقى منها فيها كده بيبقى طعمها حلو قوي. نسيبها بقى كده مع بعض كده ايه، تدخل بقى كده مع بعضها وكده، ونجرش فلفل اسود ونسيبها بقى ايه لما تدبل مع البصل، بعدين نشوف هنكمل هنعمل ايه. بصوا بقى اللحمه المفرومه كده خلاص دخلت في السوا اهي، مش دخلت في السوا قوي. بصوا لونها بقى عامل ازاي، بصوا بشوحها كده وبكمل سواها في قلب الصلصه. لونها بيبقى حلو، والبصل طبعا كل ما تكتري البصل بيسكرها، بيخليها مسكره. حطيت شويه فلفل اسود. هحط بقى ايه، انزل بقى بالطماطم. احط الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، ضربتها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. اسيبها بقى، اسيب اللحمه تتسبك مع الطماطم. بصوا اهي، اسيب بقى اللحمه ايه تتسبك كده مع الطماطم، تتسبك بقى تسبيكه حلوه و... وتدخل بقى كده المكونات في قلب بعضها ان شاء الله. هنشوف بقى بعد كده ايه، طاجن حلو وجميل واقتصادي هو لذيذ. اسيب بس الصلصه تتسبك شويه مع الطماطم تتسبك مع اللحمه. بصوا بقى كده الطماطم اتسبكت باللحمه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا بقى انا مقطعه بصوص كوسه، مسكتها غسلتها حلوه قوي قوي قوي، وقطعتها كده وشرشرتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوسه يا جماعه من الحاجات اللي لازم تتغسل مره واثنين وثلاثه، لان الكوسه بيبقى فيها رمل. ينقعها الاول في شويه ميه دافيه، وبعد كده بالمقوار وشرشريها. الرمل كمان بينزل مع لما بتشرشري الكوسه بالمقوار الرمل ينزل، تنقعها شويه لانها بتبقى مليانه رمل رفيع، لازم تتغسل جامد كمان. بصوا طاجن كوسه باللحمه المفرومه بصراحه بيبقى حلو قوي قوي قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو. يستوي بقى كده ايه، يستوي اهو. وهو طبعا الكوسه برده بتنزل ميتها، عندك شوربه عندك شويه ميه وحطي، وعايزه تزودي زودي، مش هتزودي هي بالكوسه برده بتنزل ميتها، يعني بالطبيعي كل الخضار بينزل الميه بتاعته. بس
اهي. نسيبها بقى كده تستوي براحتها، نشوف بقى تبقى عامله ازاي لما تخلص خالص. انا عملت شويه رز هنا بالشعريه اهو، بس انا ما حبيتش اجيبهم لان كلنا بقى بنعرف نعمل الرز وكده يعني. نسيبها بقى كده وما تخلص ان شاء الله نشوفها سوا. بصوا بقى يا حبايبي انا هعمل ايه، ملوخيه ناشفه، وهوريكم كده بصراحه السر من اسرار الملوخيه الناشفه. انا هوريكم بتتعمل ازاي، بصراحه ليها طريقه كده معينه بتبقى طعمها طبعا حلو وبتبقى حلوه قوي، ليها تركايه كده. بصوا انا هجيب حته تومه ومعايا سمنه هنا، هشوحها كده، هشوح حته التومه في السمنه. بصوا شوحها حلوه قوي كده. التركايه الحلوه ديت هوريكم بتتعمل ازاي الملوخيه الناشفه، بتخليها بصراحه معسله قوي طعمها حلو. بصوا دي حته تومه صغيره، وانا معايا هنا ايه شويه طماطم كده صغيرين. بصراحه الملوخيه الناشفه بتبقى حلوه اوقات يعني في الشتاء لو جايباها من مكان حلو يعني ومضمون ونضيف. بصوا هي يعني الاكياس بتاعت الشركات دي، في اكياس بتاعت الشركات كده بتبقى ملوخيه ناشفه بتبقى نضيفه جدا جدا اهي. حط الطماطم كده مع السمنه، معايا هنا ايه شويه طماطم صغيرين. بصوا شويه طماطم اهو، احطهم فين، احطهم على التومه واسيبها تتسبك شويه. بسم الله اسيبها. بصوا بس اسيبها بقى تتسبك كده، وبعد ما تتسبك هنسلق الملوخيه ونعمل لها الطشه بتاعتها. بس لازم الطريقه ديت في الملوخيه بتبقى حلوه جدا معسله. بصوا هنا بقى الطماطم كده خلاص غاليت. انا بقى بصوا هجيب الملوخيه الناشفه، بس ضروري 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 ان انت لازم حتى بمصفى تدخليها شويه، يعني بالمصفى لازم تدخليها حتى لو من مكان نضيف او من يعني لو حتى هي نضيفه وانت جايباها من مكان نضيف برضو لازم تدخليها، لانها بتبقى ايه فيها كده زي حاجات ناشفه يعني، لازم برضو تتنخل يعني، ضروري على فكره. النخل كمان بيخليها ناعمه، بيخليها ايه حلوه. بس جربوا الطريقه دي الطريقه الاصليه بالملوخيه الناشفه على فكره. بس انا خدتها بقى كده، انا نخلاها اهو. بصوا اجيبها اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهي، انزل كده. بصوا حاجه كده بتبقى عسل. هشيلها بقى من على النار عشان احط ايه، احط التومه عشان نعمل الطشه. احط بقى كده عشان نعمل الطشه. بصوا بقى حبايبي الشكل النهائي بتاع اكلتنا، ادي الملوخيه اهي الحلوه الجميله اهي. وادي طاجن الكوسه، بصوا طاجن الكوسه عامل ازاي حلو وجميل اهو. وادي الرز برضو حلو وجميل، واكله حلوه اقتصاديه وبالف هنا والف شفا يا رب، وجربوها. اشوفكم بقى في فيديو جديد. باي.